احذروا الكاوو، احذروا الكاوو. هي شكلها هتبقى كده. في اللباك اليمين والباك الشمال محتاجين تدعيمات قوية على مستوى محمد الشيبي. بس على كل، هل الاسكواد ده فعلا أعلى من اسكواد بيراميدز وصن داونز والترجي وأعلى من الصفقات اللي هيجيبها الزمالك؟ أصلها مش بالأسامي، وأساسا بالمدرب وشخصية الإدارة. استغرب البعض اللي يقارن، كيف تسمح لي، بين الهلال والاهلي المصري حاليا. ما في وجه مقارنه. انت في فريق لعب معاه الهلال باتشوكا، هذا الاهلي المصري ما قدر عليه، فاز على الهلال 2-0. نصيحه، في الفتره الحاليه الاهلي المصري لا يلعب يا الهلال، بيخسر. اذا كان في سوبر مصري، كاس سوبر مصري، حاليا الاهلي المصري لا يلعب مع الهلال. الوضع مختلف تماما. الاهلي المصري عشان يوصل لمرحله الهلال يحتاج 3 سنوات اعاده بناء وتطوير ولاعبين واستقطاب. بهذا الفكر حتى الموسم القادم الاهلي المصري اذا استمر على هذا الفكر، والاسماء القديمه والاسماء التعبانه، الاسماء اللي خلاص انتهت، اقول لبيراميدز مبروك من الحين. لبيراميدز والزمالك اقول لهم مبروك، لان بهالطريقه هاي اني انا بس وصلت كاس العالم للانديه اعتبر بنفسي انجاز. هذا ليس انجاز. اذا انت ما شرفت، انت شو حققت؟ فوز واحد تقول لي انا طلعت فيه يعني وحققت نتيجه كبيره؟ يعني مثلا نادي العين مع كامل احترامي فوز على نادي الوداد، هذا انجاز؟ هذا ليس انجاز. الهلال كسر القواعد كلها من مشاركه شرفيه اقول لك الى مشاركه تنافسيه، وراح يوصل اذا استمر على هذا الاداء راح يوصل. يا اخي عنده 3-4 غيابات الهلال من اللعيبه المؤثرين، بينهم سالم الدوسري اللي ظهر بصوره مشرفه وافضل لاعب اسيوي حاليا. فبالتالي اعتقد اليوم عندنا نحن في بعض الفرق العربيه العقليات لازم تتبدل. مو بعيب اقول لك اياها باختصار عبد الله، مو بعيب نتعلم من نادي الهلال الجانب الفني، الجانب التسويقي، الجانب الاداري، مو بعيب. نعم صحيح. كما قلت، بمبلغ 2.5 مليون دولار كان من الممكن التعاقد مع نزاجي أو مدرب على نفس المستوى أو حتى أعلى لقيادة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لمدة شهر واحد فقط لا غير. ولو كنت شخصا حريصا وبصيرا لذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، وبنفس المنطق كان من الممكن إبرام صفقات صحيحة في خط الدفاع والهجوم بدلا من التعاقد مع حمدي فتحي لمجرد تكريمه، حيث كان بإمكانك ضم نجم عالمي يحكم خط الدفاع كما فعل مونتير المكسيكي. الهلال وصل إلى 38 مليون دولار. إدارة النادي الأهلي لا ترقى إلى طموحات جماهيره، ولو تركت الأمور على حالها فقد يتقدم النادي الأهلي بسرعة السلحفاة، بينما هناك أندية أخرى تنهض بسرعة وتتحرك بخطى متسارعة. إعلام النادي الأهلي كالإعلامي شوبير وغيره، بالإضافة إلى الأصوات التي تخرج من كل وسيلة إعلامية، حتى كأنك إن فتحت صنبور الماء في منزلك تجد من يتحدث باسم الأهلي يرددون ذات العبارات على نفس النغمة، يشرحون بالتفصيل من أين يأتي الأهلي بالأموال، ويوجهون الخطاب إلى نادي الزمالك بقولهم اعملوا مثل الأهلي واجتهدوا كما يجتهد الأهلي. حتى أصبح بعض جماهير الأهلي ممن يسيرون خلف الإعلام الرسمي للنادي يكررون ذات الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنهم يربون جماهير الزمالك على نهج انظروا إلى ما يفعله الأهلي وقلدوه لتنجحوا. يا إخوتي، في ظل هذا الوضع يدعي الأهلي أنه أنجح الأندية، بينما الزمالك يعيش واقعا مختلفا. ولكن لننظر إلى الحقائق، الزمالك بطل كأس السوبر الإفريقي، وقد حقق هذا الموسم بطولتين تماما كما حقق الأهلي بطولتين. الزمالك حصل على عقد رعاية من شركة عالمية مرموقة وهي شركة نايكي، وتدفع له مبلغا مساويا تقريبا لما تدفعه أديداس للنادي الأهلي. فهل جماهيرية الزمالك توازي جماهيرية الأهلي؟ لا. وهل بطولات الزمالك تضاهي بطولات الأهلي؟
أيضا لا. وهل يشارك الزمالك في عدد البطولات أو نوعيتها كما يفعل الأهلي؟ بالتأكيد لا. ومع ذلك الرعاية قريبة جدا. الزمالك بدأ يسير في خطوات جدة، وجون إدوارد ليس شخصية يمكن الاستهانة بها، فهو شريك فعلي في المجموعة التي أسست نادي بيراميدز، وقد شاهدنا بأعيننا ما قدمه نادي فاركو في الموسم الماضي. يا إخوانا، اضغطوا على إدارة الأهلي الغلطة بفورة، وأدينا شفنا الموسم أليفات. ما ينفعش توجع يا منصور، ما ينفعش تغلط يا خطيب، وأنت أساسا بتغلط أكتر ما بتصيب.